السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا هنتعشى النهارده من عند ام كوكي. طبعا زي ما انتم شايفين عنوان الفيديو، طبعا هو جروب. الجروب اسمه موزاريتس. هحط لكم لينك الجروب في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف. بجد يا جماعه حاجتها تحفه 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 ومصدر ثقه. وكمان هعمل لكم فيديوهات، انا كنت جايبه منها شويه حاجات، هعمل لكم فيديوهات على الحاجات اللي انا جايباها. اول حاجه سخنت الرنجه كده في الطاسه زي ما انتم شايفين، وبعدين حطيت بطاطس تتقلى، لان طبعا هنشهيص الدنيا النهارده زي ما شفتوا الرنجه كده. وطلعت كمان بتنجان مخلل، وكمان الرنجة بعد ما ساحت وناحت كده، شايفين جمال الرنجة. اقسم بالله العظيم ان الرنجة كانت عدبة موت موت موت، حاجة كده يعني ريودة مش حادقة، دي احلى حاجة كانت في الرنجة. وكمان كانت ملحمة وكان طعمها تحفة تحفة تحفة. وكمان عملت سلطة، وكمان قطعت شرايح بصل. وده البتنجان المخلل اللي انا مخللاه، يعني بخلي الكميه كبيره واحطها في حافظه في التلاجة، واسحب منها كل يوم بقى كده، بتوفر عليا الوقت والمجهود. وكمان نص البطاطس تتاكل كمان عادي مفيش مشكله. والبصل زي ما انتوا شايفين، والسلطه الخضراء، والرنجه. بجد بجد تسلم مجايبك يا ام كوكي، وعقبال كل مره. وطبعا انا بتعامل معاها مصدر ثقه بجد بجد في كل حاجه. اتمنى ان انتوا تنوروها في الجروب بتاعها وتشتروا منها، حاجاتها جميله جدا جدا جدا، وعندها كل حاجه. شايفين جمال وحلاوه السفره بتاعت العشاء، وكمان تنفع وجبه غدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بجد كانت أكلة تفتح النفس، وكان ما كناش أكلناها من زمان. بجد بجد تسلم مجايبك وعقبال كل مرة. أتمنى يا جماعة أن انتوا تنوروها في الجروب بتاعها، هو اسمه موزوريتس أم كوكي. طبعا بقى بصور لكم السفرة للآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.